احيانا اللي بيتخانق النهارده بيزعق مش الراجل الكبير ولا الست العاقله، احيانا الطفل القديم اللي جواهم هو اللي بيصرخ. عمرك سألت نفسك ليه كلمة صغيرة ممكن تكسرك؟ طيب ليه تجاهل بسيط بيوجعك بالشكل ده؟ ليه لما حد بيتأخر عليك بتحس بخوف أو غضب أو رفض أكبر بكتير من حجم الموقف؟ الحقيقة مش كل رد فعل بيبدأ النهاردة. وشارك الفيديو ده مع حد بتحبه. اهلا بيكم في الحلقه الخامسه من سلسله حياتك تستاهل. النهارده هنفتح باب قديم جوانا كلنا، المكان اللي اتكونت فيه مخاوفنا. هنتكلم عن الطفل الداخلي. ليه جسمنا بيتكلم لما عقلنا يقرر انه يكتم وما يتكلمش؟ في الطب النفسي في جزء جوانا بنسميه الطفل الداخلي، وده مش كلام تنميه بشريه ولا خيال، ده مصطلح علمي بيعبر عن النسخه الصغيره مننا، النسخه اللي لسه شايله الذكريات القديمه، اللي شايله الخوف القديم، اللي شايله الوجع اللي ما اتحكاش ولا اتعالج. الطفل اللي زمان اتساب لوحده وقت خوفه، او اتحسس ان هو تقيل، او اتقارن بغيره كتير، او اتريقوا عليه، او اتحرم من الامان. السنين بتعدي وشكلنا بيكبر ومسؤولياتنا بتزيد، لكن احيانا مشاعرنا من جوه بتفضل متجمده واقفه عند نفس العمر اللي اتوجعت فيه. عشان كده بنشوف ناس اول ما تختلف مع شريك حياتها تنهار بشكل مرعب. الانهيار ده مش بسبب الخناقه نفسها، لكن لان العقل اللاواعي دخل فجاه في انذار، انا هتساب. وده اللي بنسميه الخوف من الهجر. وفي ناس تانية اي نقد بسيط يخليها تدافع عن نفسها بعنف شديد، او تقفل على نفسها، او تكره نفسها تماما. طيب ليه؟ لان الطفل اللي جواها اتربى ان الحب مشروط بالكمال، وان الغلط معناه ان انا انسان مش كافي وما استاهلش ان انا اتحب. فيبدا يعيش طول عمره بيحط ماسك وبيحاول يثبت للدنيا انه يستحق الحب ده. طيب الاصعب بقى ان الانسان ساعات بيأذي الناس اللي بيحبهم، مش لانه انسان شرير، لكن لانه بيحارب اشباح قديمه محدش شايفها غيره. اللي اتخذل زمان بيكبر يبقى شكاك وما بيثقش في حد، واللي اترفض بيكبر يبقى حساس زياده عن اللزوم، واللي عاش خايف ومتهدد بيكبر يبقى مسيطر او عصبي عشان يحمي نفسه. احنا احيانا ما بنتعاملش مع الواقع، احنا بنتعامل مع ذاكره الالم. وعشان كده بعض ردود افعالنا بتكون اكبر من الموقف. الاسلام لمس المعنى ده بشكل عظيم جدا لما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لان القوه الحقيقيه مش انك تكسب الخناقه او تعلي صوتك، القوه الحقيقيه هي الوعي، انك تعرف مين اللي بيتكلم جواك وقت الغضب، انت العقل الناضج ولا الطفل المجروح اللي بيدور على الامان. طيب ازاي نحتوي الطفل ده علميا وعمليا ونعالج الجرح اللي هو فيه؟ الخطوه الاولى لما تنفعل خد خطوه لورا واسال نفسك بشفافيه: هل انا متضايق من الموقف نفسه بجد، ولا الموقف ده داس على جرح قديم؟ مجرد ادراكك للفرق هيهدي غضبك وضيقك. تاني حاجة، احتوي نفسك، ما تستهزأش بمشاعرك القديمة. الطفل اللي اتوجع زمان محتاج طبطبة وفهم، مش محتاج انك انت تسخر منه وتطالبه ان هو يجمد وينشف. الخطوة الثالثة، حاول تفصل ما بين الماضي وما بين الحاضر. شريك حياتك اللي انت بتختلف معاه دلوقتي مش هو الانسان اللي خذلك زمان، مش كل نقد معناه ان انت انسان فاشل، ومش كل الناس هتسيب. رابع خطوة، لو لقيت نفسك بتكرر نفس نمط الألم وبتبوظ علاقاتك، اطلب المساعدة النفسية. بعض الجروح العميقة ما بتختفيش لوحدها، محتاجة متخصص يساعدك تفك العقدة دي. رسالتي ليك النهارده، احيانا اكبر معركه في حياه الانسان ما بتكونش مع مديره ولا بتكون مع ظروفه، بتكون مع الطفل اللي جواه، اللي طول عمره مستني حد يطمنه. والحد ده هو حضرتك. في الكومنتات النهارده قول لي ايه اكتر موقف او كلمه بتحس انها بتستفز الطفل الداخلي جواك وبتخليك تنفعل وبتدافع عن نفسك بدون ما تشعر ولا بتحس. شاركنا، لان الوعي بالجرح هو اول خطوه للشفاء. وشارك الفيديو ده مع حد بتحب، يمكن يفهم نفسه او يفهمك احسن. الحلقه الجايه هنتكلم عن سؤال بيحيرنا كلنا: ليه بعض الناس بتفضل ماسكه في علاقات مؤذيه رغم انها بتتاذي كل يوم؟ افتكر دايما ان نفسك امانه وحياتك تستاهل، وطلب المساعده المتخصصه هو قمه الشجاعه. اشوفكم على خير، سلام.